باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. القديسة فيرونيكا ولدت يوم 27 ديسمبر 1660. اشتهرت بقلبها الرقيق وإيمانها العميق بالمسيح منذ أن سمعت عن يسوع الذي يصنع المعجزات ويفتح أعين العميان ويقيم الموتى. امتلأ قلبها بمحبته، فتبعت الرب في صمت وتواضع. وفي يوم الجمعة العظيمة حين ذهب المسيح في طريق الآلام حاملا صليبه نحو الجلجثة، كانت القديسة فيرونيكا وسط الدموع ورأت وجه يسوع مغطى بالدماء والعرق والتراب، وشقت طريقها بين الجند بلا تردد، واقتربت منه ومدت يدها بمنديل كانت تحمله ومسحت وجه المخلص الحزين. عندما حدثت المعجزة انطبعت صورة وجه يسوع على المنديل بوضوح عجيب. كانت تواسي المؤمنين وتشجع الضعفاء وتزور المرضى والسجناء وتعلم النساء محبة المسيح وغفرانه. وكانت تحمل دائما ذلك المنديل المقدس وتظهر بواسطته آيات كثيرة للشفاء. فكم من أعمى أبصر وكم من مريض شفي بلمسة. جاهدت القديسة في حياة الطهارة والصلاة والعطاء. كانت تسهر الليالي ترفع قلبها نحو السماء من أجل الخطاة. عاشت على هذا الإيمان، وظهر لها الرب يسوع في رؤيا مملوءة نورا وقال لها: طوباكِ، لأنك لم تخجلي بي أمام الناس، وها أنا أعد لك مكانا في ملكوت أبي. وأصبحت سيرتها شاهدة على الإيمان العامل بالمحبة، رمزا للوفاء والبساطة والرحمة العميقة. وانتشرت سيرتها في كل الأرض لتكون مثالا خالدا في العطاء والشجاعة والإيمان والقلب الصادق. وهكذا نالت إكليل المجد الأبدي، وبقيت أعمالها شاهدة على أن المحبة لا تسقط أبدا. وتنيحت في 9 تموز سنة 1727، وكان عمرها 67 عاما. بركة صلواتها فلتكن معنا يا أبائي وأخوتي، آمين.